السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل حاجه من اللي الولاد بيحبوها جدا، الكبار والصغيرين بيحبوها، وهي البيتزا. كلنا بنعرف نعمل البيتزا، ولكن اوقات بيكون ما عندناش مثلا حشو لحمه او فراخ، فبنكون مضطرين نعملها من غيرهم يعني. فانا هقول لكم على طريقه حلوه جدا، ممكن تعملوها في البيت، هتفرح الولاد وكمان مش هتحسسهم ابدا ان هي من غير لحمه او فراخ. اول حاجه بجيب نص كيلو دقيق، بنخله كويس جدا. بعد كده بحط عليه معلقه صغيره من الملح، بعد كده معلقه كبيره من الزيت، لو متاح زيت زيتون يعني ممكن نحط. بعد كده بقلب الدقيق كويس. بعد كده بجيب النص كيلو اخد معايا كوبايه الا ربع ميه دافيه، بدفيها على البوتاجاز وبعد كده او في الكاتل، وبعد كده بحط فيها معلقه كبيره من الخميره ومعلقه كبيره برضو من السكر، وبدوبهم كويس وبسيبهم على جنب لغايه ما افرك الدقيق كده بايديا علشان الزيت والدقيق يدوبوا في بعض. بعد كده ببدأ بقى اجيب المية، بتكون عندي عملت فوم كده يعني الخميرة كويسة، وبنزل بيها على الدقيق اللي عندي، بفضل بقى الم في العجينة كده. هي دي كانت نص كوباية مية، ولكن حطيت ربع كمان. وبلمها بقى لغاية ما تتكون عندي العجينة دي بالطريقة دي. بتكون عجينة يعني ملزقة في الايد شوية، عاملة زي اللبانة كده، مش ناشفة قوي ومش طرية قوي، بتلزق في الايد ولكن مش بتسيب اثر في الايد. وبسيبها بقى، بغطيها كده بفوطه او باي حاجه، وبسيبها شويه في الفرن البوتاجاز. طبعا فرن البوتاجاز ادفى مكان في المطبخ من غير ما يكون مفتوح يعني، بنسيبها شويه عشان تخمر او تتخمر يعني. بعد كده بعد ما اتخمرت زادت النص اهي وبقت حلوه وجاهزه عندي. بجيب بقى الصينيه بتاعتي، بحط عليها دقيق بالطريقه دي، وبنزل العجينه وبفردها بقى على الصينيه بالشكل اللي انت بتحبيه. بس مش بعملها جامد، بعملها بالراحه كده بايدي، وهي مش بتلم معايا لانها متخمره كويس جدا ومعجونه كويس جدا، فسهله جدا في الفرد. والعجينه كانت ما شاء الله كويسه حلوه قوي يعني، نفشت جدا وكانت تحفه في الخبز. بعد كده برش عليها معلقه زيت زيتون كده، بتدي طعم حلو جدا وريحه حلوه. وبعدين بنزل عليها بالصلصه، صلصه البيتزا طبعا مش اي صلصه. هبقى اعمل معاكم صلصه البيتزا في حلقه لوحدها او في فيديو لوحده يعني. طبعا صلصة البيتزا من اهم عوامل نجاح البيتزا، مش اي كاتشب كده وخلاص او اي صلصة بنحطها وخلاص، لا، بيبقى لها معايير ومقادير معينة. بعد ما بحط الصلصة كان عندي جبنة موتزاريلا، حطيتها كده فوق الصلصة على طول. وكان عندي برضو جبنة رومي متقطع عليها فلفل وزيتون كده، حطيتها برضو. اي جبن عندك بقى بتحطيها، سواء موتزاريلا سواء شيدر سواء جبنه رومي، جبنه بيضاء، اي حاجه عندك بتحطيها او متاح عندك بتحطيها. طبعا كلنا عندنا خضار اللي هو فلفل الوان، او لو ما عندكيش فلفل الوان انا حطيت هنا فلفل اخضر واصفر واحمر وبصل، بقطعهم رفيع جدا علشان انا مش هسويهم على النار، هسيبهم يستووا مع البيتزا في الفرن. فحطيت الشرايح دي كلها على الجبنه. ممكن بقى تكتفي بكده وتحطيها في الفرن، بس انا لسه هزود برضو شويه حاجات. كان عندي بقى جبنه شيدر كده حلوه جدا، بتدي مطه حلوه قوي للبيتزا. حطيتها كده على وش البيتزا. طيب علشان بقى يعني نفرح الولاد ونحسسهم ان هي بلحمه او بفراخ، هعمل حركه حلوه جدا ممكن برضو تعمليها. بجيب لانشون او بيف، بجيب غطا ازازه وبقطعها كده كانها بيبروني، شكل البيبروني بالظبط، اللي هو بيبقى صغير كده، اللي بنحطه في البيتزا او بنحطه في المكرونه.
وبقطعه كده بالطريقه دي بغطاء ازازه يكون كبير شويه، وبيجي معايا بالدوائر دي. ممكن نديها تشويحه كده على النار في معلقه زيت، ولكن انا هحطه كده وخلاص يستوي برده مع البيتزا. وبوزعه كده بشكل عشوائي كده، بدي منظر تحفه جدا للولاد. انا عملتها وكانوا مبسوطين بيها في البيت جدا، وما حسوش ابدا ان هي من غير لحوم او فراخ. هي اقرب للبيتزا اللي هي المارجريتا، حلوه جدا وطعمها تحفه. بحطها طبعا، دخلتها الفرن وطلعتها اهي على درجه حراره 200، لان المعجنات دايما بتاخد درجه حراره اكبر عشان تنفش، وبعد كده تهدي عليها النار تستوي. وطلعت عندي بالشكل التحفه ده. كانت حلوه جدا وكانت عاليه جدا، نافشه كانها زي الكيكه بالظبط. وبدات بقى اقطعها كده زي محلات البيتزا اللي هي مثلثات. كان شكلها حلو قوي قوي. ممكن بقى تعملي معاها بطاطس محمره، ممكن تعملي معاها كاتشب او مايونيز. انا اكتفيت بها كده، ومعاها شويه بيبسي بقى وتلج، وكانت حلوه جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم دوسوا لايك واشتركوا في القناه ونورتوني، والسلام عليكم.